طبق فول بقى من الاخر بالطحينة والليمون. لا تقوليلي التبعي ولا شبراوي ولا محمد احمد. بصوا بقى، بصوا لون الفول تحفة. لونه فاتح ولا غامق ولا اي حاجة. عصرة الليمون. كنت بفطر بقى، تعالوا افطروا معايا. وصفة حلوة قوي. تدميس الفول مهم جدا في البيت، ممكن يتاكل في 3 وجبات. ودلوقتي الاسعار غليت جدا. كيس الفول بجيبه ب10 جنيه، وبيبقى فيه تقريبا كبشة فول واحدة، وما بيبقاش حلو ولا ضامنين طبعا نظافته ولا ضامنين اي حاجة لانه من الشارع. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا انا هنا عندي كيلو فول تدميس. مش فاكرة والله كان الكيلو بكام، حاجة تقريبا حاجة و60. انا طبعا نقعاه قبليها بيوم، وغسلاه كذا مرة، مغيرة عليه المية كذا مرة، ومنقوع في حدود يعني من 12 ساعة ل 24 ساعة. وعندي هنا 3 حبات فلفل الوان، كل واحد لون، وعندي طماطمتين وبصلايه متقطعه وليمونتين. تمام. ومعايا برضو بوله فيها 3 حاجات: رز على عدس اصفر على فول مدشوش. ال3 دول على بعض. طبعا الفول المدشوش برضو عشان كنت يوميها بعمل فلافل وخدت منه كبشة، برضو منقوع ومتغير عليه كذا مرة المية، ومنقوع قبلها بيوم. تمام. هنعمل ايه؟ عندي حلة، خلاص هنحط فيها الفول. هنحط فيها الفول ونحط عليها مية مغلية. خلاص. ليه بقى مية مغلية؟ علشان هتساعد شوية في تسريع سوى الفول. تمام. عايزة اقول لكم يا بنات ان الاسعار غليت جدا جدا يعني. الكيلو الفول ده علشان تعمليه محتاجة طبعا جنبه شوية خضار زي ما انا بقول لكم. ممكن يكون جنبه شوية عيش عشان تعرفي تاكلي. الحاجات دي كلها بتكلف بس عمرها ما هتبقى زي بتاعت بره. انا حطيت دلوقتي كيلو الفول وحطيت عليه مية. خلاص. اول ما غلي اول غلوة، تمام، انا لقيت ريم كده من على الوش، بحاول ان انا قدر الامكان ان انا اشيله. خلاص. علشان في ناس بتغير المية كلها، بتصفي الفول وبتحط له ميه نظيفه. طبعا هو كده اصلا، هي انت كده رميتي كل البروتين بتاع الفول، انت رميتي فايدته. فانا بصراحه ما بعملش كده، انا بس بحاول ان انا اشيل الريم الابيض ده. خلاص. وبديله تقليبه تاني وبسيبه تاني على النار. بحط له بقى دلوقتي، هحط له الطماطم وهحط الخضار كله. ممكن يبقى في ناس ما بتحطش الفلفل الالوان. هقول لكم دلوقتي ايه فايدته. الفلفل الالوان يا بنات، انا ما كنتش بحط فلفل الوان قبل كده، وكان الفول بيغمق معايا. تمام. وش الفول كان بيغمق معايا، فكنت بحط الليمونه وبرده كان بيغمق، كنت بحط عصير ليمون والليمونه برده كان بيغمق. فانا دلوقتي ابتديت اعتمدت الطريقه دي. الفلفل الالوان علشان في فيتامين سي عالي، يمكن كمان يعني يمكن الله اعلم يكون اعلى من الليمون. فده بيساعد ان هو يشيل اي اكسده من الفول او اللي بتحصل في الفول. طبعا انتوا عارفين ان الليمون لما بيبقى عندك مثلا حلل الومنيوم ولا حاجه فيها سواد، بتغسليها بليمونه بتشيل كل الاكسده دي. هو زيه بالظبط الفلفل الالوان. لو ما بتحبيش طعمه، تمام، ممكن تحطي واحد بس، يعني قرن واحد بس، اذا كان اصفر ولا احمر ولا شوفي اللي انت بتحبيه، عشان ما يأثرش قوي في الطعم. ممكن تحطي واحد بس مع الليمونه. خلاص. انا كده حطيت الخضار كله اللي قلت لكم عليه. عايزه تحطي توم حطي، انا ما بحبش طعم التوم في التدميس، ممكن احطه بعد كده وانا بطلع كيس كده وبعمله، مثلا بيتعمل مع توم ومع زبده او سمنه، اوكي، لكن ما بحبش احطه في التدميس. خلاص. وزودت ميه، حطيت طبعا الفول والعدس والرز، وزودت اهو الميه تاني. كل ما بلاقي ان هو شرب ميته، لازم احط له ميه تاني علشان ما يتحرقش القعر بتاعه ويشيط. غطيت عليه وسبته بقى على ايه، على نار هاديه، علشان الخضار يستوي مع الرز مع الفول. انا دلوقتي فتحت عليه. انا على فكره بصوا ما قلبتش قبل كده، قبل الشوط ده.
بصوا الفولية فاتحة ازاي ومفيش قشرة اتكونت غامقة من فوق ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين ابتدى يستوي والخضار ابتدى يستوي. بحاول ان انا انزل كل الخضار تحت علشان يطول المية السخنة دي ويستوي فيها. تمام. ما بحطش اي توابل. في ناس بتحط كركم، كنت بحط قبل كده كركم بس حسيت ان هو بيصفر قوي الفول وما عجبنيش بصراحة. ده بعديها برضو بربع ساعة كده انا كل شوية بروح واجي عليه عشان اقلبه علشان القعر بتاعه ما يشطش برضو واخسر انا الكمية دي كلها. بصوا بقى ابتدى هنا، بصوا ابتدى يدوب خالص، الخضار داب خالص، الفول داب، العدس طبعا والرز مش هيستحملوا. زي ما انتوا شايفين كده الوقت بتاع السوا كله خد ساعة وربع. في ناس بتحطه بالساعات لكن هو خد معايا بالظبط، حطيته الساعة تقريبا 7:15 كنت مخلصة. بصوا بقى، بصوا شايفين القشرة من فوق بيضة واللون جميل قوي والفول زي الكهرمان زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال، ومستوي ودايب جدا. والخضار احنا مش عايزينه يستوي، احنا عايزين الخضار يدوب. هقول لكم ليه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا الجمال والكمية ما شاء الله، الله اكبر، تحفة يعني. اكلة بشبع يعني. تفضلي ممكن لو عملتي الكيلو ده اول رمضان هتخلصيه على اخر رمضان يعني. ما شاء الله حلوة جدا الكمية. والخضار طبعا اللي انا حطيته ده بيزود طبعا مع الفول والعدس والرز وكده. بصوا انا هوريكم دلوقتي، هو عشان سخنة على ايدي فبعمل لكم بالمعالق. بصوا دايب ازاي، شايفين مش مستحمل. تمام. بجد والله يا جماعة الفول والفلافل في البيت والله خير وبركة والله بجد. تاكلوهم في الفطار، تفطروا تتغدوا بيهم جنب بيض مثلا وحبة بطاطس محمرين، طماطم مملحة. وفي العشاء طبعا ما فيش حد يستغنى عنهم. تعملي علبة. انا بعد ما بخلص تدميس الفول لازم اعمل علبة واخلصها خالص، اذا كانت بالطماطم ولا البصل والطماطم والفلفل. احنا عندنا الفول الاسكندراني ده لازم يبقى بالحاجات دي، بصل وطماطم وفلفل. وتحطي بقى عليه ليمون مع حبة زيت وتعملي علبة كده وتشيليها في التلاجة لأي حد يجوع في أي وقت. لازم بعد ما بخلص التدميس لازم أعمل العلبة دي. زي ما انتوا شايفين دلوقتي أنا بقى هعمل حاجة ما حدش بيعملها غير في المحلات. تمام. ايه الحاجة دي بقى؟ اني انا هضربه بالهاند بلندر، هضرب كل الحلة دي بالهاند بلندر. هتقولوا لي ازاي وهيبقى زي البصارة؟ بصوا يا جماعة، انا بجيب علبة الفول اللي هو مسمينه اللي هو محيق. ده بجيبه من اي مطعم، بجيبه مهروس. ما بجيبش ابدا الفول مصحح كده زي ما انتوا شايفينه. مش انا اللي بطلبه، لا، هو المطعم نفسه ما بيطلعش الفول بتاعه غير كده. انا ضربته كله زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. والحلة ما شاء الله كبيرة. بصوا الطعمية او الفلافل، بصوا عملت 10 اكياس زي ما انتوا شايفين. بصوا الخضرة بتاعتها حلوة وكتيرة. انا بحب الخضرة كتير في الفلافل. طلعت معايا كيلو، برضو كيلو فول طلع معايا مع الخضرة. طلع معانا، عامله لكم قبل كده فيديو عن الفلافل شوفوه برضو. طلع معايا 10 اكياس و12 كيس فول. تمام. من الكيلو برضو طلع 12 كيس. بصوا فاتح ازاي وجميل. والكيس ما شاء الله يعني يعمل كيسين من اللي بره. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.